الفاجعة اللي صرات في مصر البارح واللي دارها هاد السيد اونبليس في رمضان راسك يحبس. كاينه مرأة تخدم في السوق في واحد البلاصة سموها في العاشر من رمضان، وهاد المرأة فقيرة ما عندهاش الله غالب عليها، يعني اوبليجي عليها تخدم في السوق وتبيع صوالح يعني في المارشي صغير. هاد المرأة عندها بنت تكون ما بين 6 سنين 7 حتى 10 سنين، بنت صغيرة مسكينة وكانت تقرأ. البنت هذه كي كملت القرايه راحت عند الام تاعها في المارشي وقالت لها يعني راني مزيره راني باغي نروح حاشاكم من الطواليت، يعني ما يقولوا الحمام. دونك الام تاعها قالت لها روحي لهذا الحمام تاع المسجد، يعني مسجد غير تما كاينه في السوق. كهذاك الطواليت تاع المسجد مش عامل واحد اللي يخدم في المارشي وكاع كي يعني حاجه ايرجون ولا يدخلوا لهذاك الطواليت يقضوا الحاجه تاعهم. دونك البنت كي راحت لهذاك الطواليت هذا الانسان كان يتبع فيها، مش عارف كيفاش شافها، المهم كان يتبع فيها. دخل موراها للطواليت وتعدى عليها بلا ما نحكي لكم على ديتاي. والمشكل البنت كيفاش ولات عند الام تاعها ولات حمراء بالدم، لا حول ولا قوه الا بالله. الام تاعها نوضت عليه الغاشي كاع اللي كاين في السوق تماك وراحوا دخلوا عليه في الطواليت وحكموه وكلاوه بالصوت حتى جاو لابوليس. بون كي جاو لابوليس وداروا معاه لونكيت تبين باللي هذا الانسان كان شارب مخدرات، يعني ما كانش في عقله. بصح المشكل هنايا هو البنت كي داوها لوبيطال ما قدرتش تكمل الليله وتوفات. علاش؟ باسكو كانت الدعوه فريمون صعيبه عليها وما قدرتش تريزيستي. بنت صغيره ما عندها حتى ذنب مسكينه، سبحان الله. واون بليس في رمضان، لا حول ولا قوه الا بالله، قلبك يضرك.